هاتف من اغرب الهواتف اللي انت ممكن تشوفها من سامسونج. ليه؟ لانه بينافس هاتف سامسونج تاني في نفس السعر، يعني حاجه غريبه جدا الصراحه. عموما خلينا نشوف، بس اللايك بتاعك والاشتراك هيفرق معانا جدا، يعني عايزين نوصل 200,000 مشترك في نهايه السنه وانت اللي هتساعدنا بكده. ويا اهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناه موبي سي. احنا النهارده هنتكلم عن هاتف سامسونج جالاكسي M14 4G. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، مميزات، سعر، عيوب، وكمان المقارنة اللي هتكون في نهاية الفيديو. ولكن ضروري تدعمني بلايك واشتراك، ويلا بينا نبتدي الفيديو. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه، كل ده في فيديو واحد. خلينا نشوف تصميم الهاتف. تصميم الهاتف هنا تقريبا نفس كل تصميمات سامسونج المتكررة في الفترة الأخيرة، مش محتاج أتكلم عليه كتير، الناس كلها عارفاه. تصميم يعتبر كويس، مش أحسن حاجة وبرضه مش وحش. خامة الهاتف هنا بتيجي من البلاستيك. بالنسبة للشاشة، فالشاشة هنا حجمها 6.7 بوصة، جودتها فول اتش دي بلس وبدقة 2400 في 1080 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل انش، والشاشة نوعها IPS LCD ومعدل التحديث 90 هرتز. بص، للأسف الشاشة هنا مش الأفضل في السعر ده خالص، يعني في موبايل من سامسونج زي ما قلت في أول الفيديو في نفس السعر بيقدم شاشة سوبر أموليد، فللأسف هنا الشاشة هتمشي الدنيا شوية، بس مش الأفضل في السعر ده. وهنتكلم عن المنافس التاني اللي هو من سامسونج برضه في آخر الفيديو. بالنسبة للأداء أو المعالج هنا هو سناب دراجون 680 اللي بيجي بدقة تصنيع 6 نانو، والمعالج هنا يعتبر كويس ومناسب على فئات الهاتف. المعالج يعتبر بيقدم أداء كويس على الفلوس اللي انت هتدفعها، رغم ان برضو في هاتف من سامسونج بيقدم معالج اقوى وبنفس السعر، معرفش انا ازاي، بس تمام. المعالج هنا يعتبر كويس مش وحش، هيقدم لك اداء كويس سواء بقى في استخدام يومي، تصفح، العاب متوسطة، والعاب زي بابجي برضو بشكل كويس. فالمعالج هنا يعتبر جيد ومناسب على فئات الهاتف. الجهاز بيجي بنسختين، الاولى 64 جيجا مع 4 جيجا رام، والتانية 128 جيجا مع 6 جيجا رام، وبيدعم تركيب كارت ميموري خارجي في منفذ مخصص. الهاتف هنا جايب 3 كاميرات خلفية، الأولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الأساسية، والكاميرا التانية 2 ميجا بكسل ودي ماكرو علشان تصور بيها التفاصيل من قريب جدا، والتالتة 2 ميجا بكسل ودي للعزل. وكاميرا الهاتف الخلفية بتصور بيها فيديوهات فول اتش دي 30 أو 60 فريم في الثانية، وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 13 ميجا بكسل وبتصور فيديوهات فول اتش دي 30 فريم في الثانية. بالنسبة لبطارية الهاتف، فالبطارية هنا جاب حجم 5000 ملي أمبير، بطارية كويسة يعني خصوصا مع المعالج الموفر للطاقة، بالإضافة لدعمها الشحن السريع 25 واط، ودي سرعة تعتبر كويسة. الهاتف هيجي باندرويد 13. الهاتف ما بيدعمش NFC، معرفش ليه. الهاتف بيدعم منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب سي. سماعات الجهاز ما بتدعمش الاستيريو، الوان الجهاز هم الازرق الغامق والازرق الفاتح، والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. ولو عايز تعرف تفاصيل بشكل أكبر عن الموبايل وتقارن بين جهازين محتار بينهم، ممكن تكتب على جوجل موبي سي بالإضافة لاسم الموبايل اللي انت عايزه، وهتلاقي زر المقارنة في آخر الصفحة. وقبل ما نخش على مميزات وعيوب الموبايل، ادعمنا بلايك واشتراك، ويلا بينا نشوف المميزات والعيوب. بالنسبة لمميزات الهاتف، فالمعالج كويس على فئات وسعر الهاتف، البطارية كبيرة وكويسة برضو على فئات وسعر الهاتف. بالنسبة للعيوب، فالشاشة زي ما قلت ممكن تمشي الدنيا، ولكنها مش الأفضل في السعر ده، والهاتف ما بيدعمش NFC. تعالوا نتكلم عن السعر قبل ما نخش على المقارنة اللي هتكون في النهاية. بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعودية اسعار احنا متوقعينها، لان الجهاز لسه منزلش ولا هنا ولا هنا. الاسعار دي لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $140. السعر المتوقع في مصر 7500 جنيه، والسعر المتوقع في السعودية 600 ريال. طيب كده كويس قوي، ولكن مثلا لو انا مش عاجبني الهاتف ده، ايه المنافس بتاعه؟ وهنا النقطة اللي بتكلم عليها، سامسونج عندها هاتف تاني اقوى من الهاتف ده بكتير في نفس السعر. واحنا هنا بنتكلم عن سامسونج جالاكسي A15 ال 4G.
الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف سامسونج جالاكسي M14، وعملنا له مراجعة. يعني لو انت عايز تشوف المراجعة بتاعته هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. اول حاجة هنقارن المعالجات، وهنا معالج سامسونج M14 هو سناب دراجون 680، ومعالج الاي 15 هو ميدياتك هيليو جي 99، وهنا معالج الاي 15 بيتفوق. الاتنين جايين بشاشة فول اتش دي بلس 90 هرتز، ولكن M14 اي بي اس ال سي دي نوعها، والاي 15 سوبر اموليد ده اللي اتكلمت فيه، وهنا طبعا الاي 15 تتفوق. الام 14 ما بيدعمش ان اف سي، والاي 15 بيدعم ان اف سي، هنا الاي 15 يتفوق. الام 14 ما بيدعمش كاميرا زاويه واسعه، ولكن الاي 15 بيدعم كاميرا زاويه واسعه، وهنا الاي 15 تتفوق. وزي ما انت شايف كده مفيش حاجه بيتفوق فيها الام 14 نهائي، والاتنين في نفس السعر والاتنين في نفس الفئه، فمعرفش حاجه غريبه من سامسونج الصراحه. المهم ما علينا، يعني خلينا نشوف سعر الجهازين. سعر سامسونج M14 المتوقع 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7500 جنيه. سعر سامسونج A15 الرسمي في مصر 128 جيجا مع 6 جيجا رام 7900 جنيه. من خلال موقع موبي سي هتقدر تشوف مواصفات اي هاتف والاسعار الرسميه للهواتف، وكمان من خلال الموقع هتقدر تقارن بين الاجهزه وتعرف الجهاز الافضل ما بينهم. كل اللي عليك هتكتب موبي سي في جوجل وتخش تدور على اللي انت محتاجه. في نهايه الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعه اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رايك في هاتف سامسونج جالاكسي M14 4G. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه.